السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نبدأ معكم بتقديم الأخبار كما كتشوفوا معنا اليوم. آخر الأخبار اللي كتدرج في إسبانيا بعد النزاعات اللي كاينة على حسب هاد الصحيفة اللي نشرت هاد الخبر. كما كنشوفوا في هاد الصحيفة أنها تراسلت مع واحد العضو في الحكومة، هضرت معاه على حساب هاد النزاعات اللي واقعة ما بين إسرائيل وإسبانيا. فإسبانيا كتوعد إسرائيل أنها غادي تنسحب من كأس العالم بسبب أن إسرائيل حتى هي يعني بغات تكون في هاد يعني كأس العالم، بغات أنها حتى هي تدخل في كأس العالم. قالت يعني إسبانيا، الحكومة الإسبانية، أن إلى إسرائيل بقات على الرأي ديالها أنها غادي تشارك في هاد يعني البطولة ديال كأس العالم، فالتهديد الإسباني كان واضح. وهنا كتهدد إسبانيا يعني بالخط العريض كتشوفوا من الانسحاب من كأس العالم 2026. فهاد الشيء ربما يخلق بزاف ديال المشاكل، لأن كما شفنا إسبانيا هي زايدة مع فلسطين، ما بغاتش الحرب، ما بغاتش المشاكل. فلهذا إسبانيا هدرت بوضوح وصيفطت يعني هذا الخبر. اليوم تعلن يعني ساعات قليلة من اللي خرج هذا الخبر، فكنشوفوا أن الأمور باقية في توتر ما بين إسبانيا وإسرائيل. وكما قلت لكم هددت إسبانيا بالانسحاب من مونديال 2026 حال مشاركة إسرائيل في هذا المونديال. وجاء ذلك بعد تصاعد الجدل في إسبانيا عقب تصريحات رسمية بالانسحاب يعني بطل أوروبا اللي هي إسبانيا من بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حال مشاركة منتخب إسرائيل لكرة القدم بالبطولة. ما بغاتش يعني إسبانيا أنها تشارك إسرائيل في البطولة، وكتهدد إسبانيا بالانسحاب من هاد كأس العالم. ذكرت هاد الصحيفة اللي هي ماركا الإسبانية، يعني هي اللي قالت هذا الخبر، بأن المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في البرلمان الإسباني هو اللي هدر وقال بأن إذا كانت إسرائيل باقية على الوعد ديالها أنها تشارك في هذه البطولة، فهدت إسبانيا وقالت أن ما غاديش تشارك وغادي تنسحب فور دخول إسرائيل في هاد قلنا كأس العالم. نتمنى إن شاء الله يكون خير، لأن إلا خرجت إسبانيا شي حاجة اللي عندها العيار ثقيل إسبانيا في كرة القدم، فما نتمناوش تكون هاد الأمور، ونتمناو إن شاء الله يزول هاد التوتر ويلقاو حلول ويكون الخير إن شاء الله. فهذا هو الخبر الإخوان والأخوات، كنتمنى يكون الخبر فادكم ولا استفدتوا منه. فانتظروني في أخبار أخرى إن شاء الله في الأيام المقبلة. كل ما يتعلق بإسبانيا أو فرنسا كما قلت لكم، إن شاء الله غادي أي خبر غادي نشاركه معكم ونبسطوا لكم ونحاولوا نوصلوا لكم الأخبار اللي كتروج يوميا، سواء في القوانين، سواء في أي حاجة، مساعدات في العمل، في أي حاجة إن شاء الله. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الخبر
اللي حطيته لكم اليوم ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش باللايكات كما العاده والبارطاج باش ترجع القناه يعني كما كانت عليه سابقا ان شاء الله. ونتمنى لكم امسيه سعيده، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.